الذكاء الاصطناعي مش مجرد ترند، ده بقى سر نجاح جميع الشركات. والسؤال هنا، انت مستعد تواكب التطور؟ النهارده هنتكلم عن الاي اي ايجنت وازاي تقدر تعتمد عليه في انك تعمل بيزنس اوتوميشن وتقلل التكلفه وتحسن خدمه العملاء. ايه هو الاي اي ايجنت؟ ناس كتير فاكره انه مجرد شات بوت متطور، بس الحقيقه انه اكتر بكتير. بيقدر يتعلم ويتكيف ويفهم البيزنس بتاعك، كمان بيقدر يتكامل مع الانظمه وقواعد البيانات المختلفه، وبيقدر يشتغل 24 ساعه من غير تعب ولا اخطاء. ايه الفرق بين الاي اي ايجنت والشات بوت العادي؟ الشات بوت العادي بيقدر يرد على الاسئله اللي انت مبرمجه عليها وخلاص، السؤال والاجابه. لكن الاي اي ايجنت بيقدر يفكر ويحلل ويتصرف بذكاء بناء على البيانات والمواقف المختلفه اللي بيتعرض ليها. ازاي ممكن نستخدم الاي اي ايجنت؟ رقم 1 خدمه العملاء، رقم 2 التكامل مع قواعد البيانات والانظمه المختلفه، رقم 3 التفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي، رقم 4 الاوتوميشن داخل المؤسسات. الموضوع مش مجرد تكنولوجيا، ده مستقبل الشغل، وانت عندك خيارين: اما تواكب التطور وتستفاد بيه، او تفضل واقف في مكانك وتتفرج على المنافسين وهم بيتقدموا. الحلقه دي مجرد بدايه، واللي جاي اقوى واعمق ان شاء الله. تابعنا واكتشف ازاي الذكاء الاصطناعي بالاخص الاي اي ايجنتس ممكن ينقلوا شغلك لمستوى تاني تمام.